الفترة اللي فاتت اسكندرية كانت على موعد مع تنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات، ومع ان اسكندرية مش بعادة يعني انها يتخطط لها العدد الكبير من المشروعات دي في وقت واحد، الا ان عدد كبير من المشروعات دي تم الانتهاء منها وكمان بانت نتائجها، زي السوق الحضاري في محطة مصر وتطوير الميدان كله، تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة بيه اللي بجد دلوقتي بقى تحفة، إنشاء نفق وكباري شارع 45 واللي حل أزمة مرورية في منطقة ميامي من خلال القضاء على الملفات البعيدة واللي كانت بتزود من الزحمة، وتوسيع الكورنيش في المنطقة دي بمسافة 400 متر، وزيادة عدد الحارات من 3 ل 5 في كل اتجاه. وفي مشاريع تانية بيتم تنفيذها بسرعة كبيرة وبنسبة إنجاز عالية، زي مشروع مترو أبو قير واللي بدأ جسم الجسر اللي هيمشي عليه المترو يبان للنور في منطقة أبو قير، وبدأت عملية زرع الخوازيق في أكتر من منطقة، وبجد شايفين نسبة إنجاز عالية في المشروع ده. ومشروع توسعة الكورنيش واللي بادئ من سور المنتزه لحد فندق المحروسة واللي برضه ماشي بنسبة إنجاز كبيرة، ومحطة اسكندرية للقطار السريع واللي بيتم إنشائها على جزيرة صناعية داخل بحيرة مريوط، والأعمال فيها مستمرة زي ما حضراتكم شايفين. لكن في بعض المشاريع اللي شايفينها من فترة اتوقفت عن التنفيذ رغم البدء في تنفيذها وإنجاز نسب كبيرة منها، زي مثلا مشروع تطوير كوبري محرم بيه اللي قدام حضراتكم، واللي كان مخطط له إن يتم تطوير الاتجاه للصحراوي قبل عيد الأضحى ب 15 يوم، وبالفعل تم تطويره وصيانته ورصفه وافتتاحه زي ما حضراتكم شايفين. لكن الاتجاه اللي ماشيين فيه دلوقتي في اتجاه الكورنيش كان من المخطط ان يتم تطويره خلال 15 يوم بعد عيد الأضحى المبارك، لكن لحد دلوقتي ما تمش البدء فيه. ومشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه المطر واللي تم تنفيذ فيها أكتر من مرحلة في أكتر من مكان، واللي بتعتمد على تجميع مياه الأمطار في شبكة صرف مستقلة يتم الاستفادة بيها بعد كده في زراعة الدلتا الجديدة بدل من إهدارها، وكمان حماية شوارع اسكندرية من الغرق أثناء الأمطار. ومشروع البيارة اللي كان بيتم تنفيذه داخل ميدان فيكتور عمانويل ميدان سموحة، وقدام حضراتكم دلوقتي في الصورة، ودي بيارة مركزية بيتم فيها تجميع مياه الأمطار من خلال الشبكة اللي موجودة في المنطقة واللي قلنا لحضراتكم عليها، وبعد كده يعاد ضخها وتوجيهها في خطوط نقلة للمية واللي هتصب في المسار المتوجه للدلتا الجديدة. وبعد كده كان هيتم تطوير الميدان وتشجيره، لكن لحد دلوقتي لسه المشروع منتهاش. ومشروع حلقة السمك في منطقة بحري اللي عبارة عن تطوير حلقة السمك التاريخية وإنشاء مبنى جديد يستخدم كحلقة سمك متطورة ومطاعم ومنطقة لوجستية للأسماك، ولسه ما تمش افتتاح المشروع رغم اكتمال المبنى زي ما حضراتكم شايفين. ومشروع تطوير شارع الترعة المردومة، المشروع اللي كان تم البدء فيه لتطوير شارع من أهم شوارع اسكندرية، كونه محور عرضي بيربط محاور اسكندرية الرئيسية ببعض، ومن بعد العيد مفيش فيه جديد. ملفات كتير ومهمة بتنتظر الفريق أحمد خالد بعد توليه منصب محافظ اسكندرية في حركة المحافظين الأخيرة، ولأن اسكندرية كانت مهملة كتير فمشاكلها كمان كانت كتير. ومن اليوم الأول لتولي سيادته منصب محافظ اسكندرية بدأ في معالجة بعض المشكلات اللي بيعاني منها أهل اسكندرية، زي الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وسرقة التيار الكهربائي، ويوميا بنشوف وبنتابع حملات باستمرار في جميع أحياء اسكندرية. وكمان استكمال المشاريع اللي تم بدءها في المحافظة، ده هيسهل وهيحسن من حياة المواطن السكندري كتير، وهيفرحنا زي ما فرحنا بالمشاريع اللي تم الانتهاء منها وآتت ثمارها. لو الحلقة عجبت حضراتكم وحابين تتابعوا كل جديد في محافظة اسكندرية، ياريت دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، القناة المهتمة بكل ما يشغل بال الشارع السكندري، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل جديد. وياريت لايك للحلقة، وزي ما تعودنا تقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، وشكرا ليكم.
السلامة.